صدقني لو مش هتعمل اللي انا هقولك عليه في فيديو النهارده ممكن ان انت تضيع مزرعتك كلها في لمح البصر. فيديو النهارده هو فيديو بسيط جدا ولكن في غاية الأهمية، وحصل كوارث كتير في المزارع بسبب المشكلة اللي احنا هنتكلم عنها النهارده، وهي تخزين الحبوب. تخزين الحبوب دوت حاجة سهلة جدا وبسيطة، وشوية إجراءات وقائية بتخلي الحبوب عندك تفضل صالحة للاستخدام وإن أنت تقدمها للعصافير لفترة طويلة. وممكن غلطة بسيطة تضيع منك مزرعة العصافير بالكامل. ممكن الغلطة كمان ما تبقاش منك، ممكن الغلطة تبقى من تاجر التجزئة اللي أنت بتشتري منه أو حتى من تاجر الجملة. فإزاي إن أنت تضمن إن الحبوب بتاعتك سليمة، وإن أنت كمان لما تشتريها تخزنها بطريقة سليمة علشان تفضل عندك أطول فترة ممكنة وتبقى جاهزة للاستخدام في أي وقت طول فترة الصلاحية بتاعة الحبوب. أول شيء لازم نجيب الحبوب من مصدر موثوق منه. طبعا في مزارع كتير بتشتغل بخلطات الحبوب الجاهزة، الشركات الجاهزة، ولكن أهم شيء إن أنت لما تيجي تشتغل بخلطة حبوب جاهزة إن أنت تبقى ضامن وواثق في اللي أنت شاري منه الحبوب إن هي متخزنة صح. أهم شيء عندي إن الحبوب تكون متخزنة عند التاجر صح. طبعا أنت بتشتري الشكارة مقفولة، فبتروح ممكن تلاقي إن الشكارة ديت فيها مشاكل، بيبقى فيها خيوط زي خيوط العنكبوت، وتلاقي إن الحبوب متكتلة على بعضها. الحبوب دي كده خلاص اتملت سموم فطرية ومش هينفع إن أنت تقدمها لطيورك. طب إيه اللي بيخلي الحبوب تعمل كده؟ تكون سموم فطرية وتعمل خيوط زي خيوط العنكبوت اللي بتبقى عبارة عن فطريات. اللي بيخلي الحبوب تعمل كده هي درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة والتخزين الخاطئ. طبعا لو المخازن ديت مش محمية من الشمس فبتلاقي ان درجة الحرارة مرتفعة جدا والحبوب بتسخن فتبدأ ان هي تبوظ. وكذلك لو الحبوب دي متخزنة على الارض ملامسة للارض مباشرة وشكاير كلها بالعرض فوق بعضها، الشكاير دي كلها بتبوظ نتيجة ان هي متخزنة غلط. فدي اول مشكلة ممكن تقابلك لو انت اشتريت حبوب شكاير مقفولة. انا عن نفسي بقالي سنين بربي، عمري ما اشتريت خلطة حبوب جاهزة. انا بجيب الخلطة قدام عينيا، بشتري الفلارس وبشتري البلكم وبشتري الدنيبة وابدأ ان انا اخلطهم على ايديا عشان اعرف احط ايدي كده في الشكارة واطمن ان الحبوب سليمة مفيش فيها اي مشكلة زي ما هنوضح لحضراتكم دلوقتي. يبقى لازم تتأكد ان الحبوب اول ما جبتها ان هي سليمة. لو انت هتخزن حبوب كمية على قد الشهر مفيش مشكلة ان انت تخزنها في جردل بلاستيك او في حاجة تكون محكمة الغلق، جردل بلاستيك، اي حاجة عبوة تكون انت مطمن ان هي مقفولة مش هيوصل لها اي حشرات او سوس او الكلام ده. لو هي على قد 5 كيلو 10 كيلو 20 كيلو اللي المزرعة هتاكلهم في خلال شهر. طب لو هنخزن كمية كبيرة مثلا لموسم الانتاج بالكامل، هنا هتحتاج تشتري براميل كرتون مقوى. في براميل بتتباع بتبقى عبارة عن كرتون زي اللي بتعان فيها الغلة. البراميل ديت بتبقى مخصصة لتخزين الحبوب. لو رحت سألت عليها هتلاقيها مخصصة لتخزين الحبوب، لان طبعا البراميل الكرتون ديت بتمنع وصول اي رطوبة للحبوب. فانت كده هتطمن ان انت الحبوب بتاعتك طول ما انت مخزنها الحبوب سليمة. خلطة مضاد السموم اللي انا شرحتها على القناة اللي مكونة من مجموعة من البهارات، حاجات بسيطة جدا زي الجنزبيل والقرفة والكركم والكزبرة والكمون. الحاجات ديت بنحط معلقة صغيرة ونعمل من كل نوع ونعمل كده خلطة. بنحط معلقة من الخلطة دي كلها على كل كيلو. سواء بقى انت في الشتاء هتخزن حبوب للشتاء مثلا هتشتغل 1 بلكم وواحد فلارس، او سواء انت في الصيف هتشتغل مثلا 3 دنيبة 1 بلكم 1 فلارس. انت بتخزن على قد الكمية اللي انت هتحتاجها. اهم حاجة مخزنها صح، مش واصل لها رطوبة، محكمة الغلق، وحاطط عليها خلطة مضاد السموم. كده اضمن لك ان الحبوب بتاعتك تفضل صالحة عند العصافير لفترة طويلة وتقدر انت تستخدمها وانت مطمن. حاجة كمان مهمة جدا، لو انت اشتريت نوع حبوب واشتغلت منه وباقي منه جزء واشتريت نوع حبوب جديد، ما تحطش الجديد على القديم. اوعى تعمل الغلطة دي. ما تحطش خلطة الحبوب القديمة اللي انت خلاص مخلطها وحاطط عليها خلطة مضاد السموم وبقالها فترة عندك، ما تحطهاش على خلطة الحبوب الجديدة. خلص دي لوحدها وبعد كده اشتغل بالجديدة. ولما تيجي تشتغل بالجديدة قدمها لزوج الاول، يعني قدم خلطة الحبوب ديت لزوج واحد. شوف الزوج دوت هل هيحصل له اي مشاكل معوية، هل هيحصل له اي اسهالات.
اطمن ان الزوج دوت زي الفل. بعد كده ابدأ قدم خلطة الحبوب الجديدة او نوع الحبوب الجديدة اللي انت اشتريته لباقي المزرعة. طبعا نصيحة، لما تيجي تشتري الدنيبة والبلكم والفلارس هات انضف حاجة. يعني الدنيبة هات الدنيبة الرومي، لو هتبقى غالية 3-4 جنيه بس هتجيب دنيبة نظيفة مفيش فيها حصى مفيش فيها طين مفيش فيها المشاكل دي كلها. لو هتشتري بلكم اشتري بلكم نظيف، بلكم سوليتكس ما يكونش فيه اي طين ما يكونش فيه اي حاجة، يكون متغربل، يكون بلكم نظيف. كذلك الفلارس لما تيجي تشتريها اشتري الفلارس اللي هي بيبقى لونها لامع كده وعليها زي زيت، اللي هي بتبقى بتلمع جدا، دي احسن فلارس تقدر ان انت تستخدمها. هي من لمعتها بتحس ان هي عليها زي مادة زيت كده، لكن هي مبيبقاش عليها زيت ولا حاجة، هي بيبقى لونها ما شاء الله ممتاز جدا. الفلارس مهمة جدا سواء في الصيف او في الشتاء اثناء موسم الانتاج، لانها مهمة جدا كبروتين لتغذية العصافير. طيب كده احنا عرفنا نشتري الحبوب ازاي وعرفنا ازاي نخزنها. اهم شيء عندي بقى ان انت لما تيجي تقدم خلطة الحبوب قدمها اول باول. يعني ايه اول باول؟ في الفيديو بتاع ما تنفخش قشر اكل العصافير قلت لحضراتكم ان احنا نقدم الحبوب على قد الكمية اللي الطيور هتاكلها يوميا. الطير هياكل مقدار مكيالين مثلا من الحبوب، يبقى هحط المكيالين دول في الاكالة عشان العصفور ينزل يخلص الوجبة بتاعته ما يتبقاش عنده اكل ان هو يعمل عليه فضلات ويبدأ ان الاكل يظهر فيه بكتيريا او يظهر فيه فطريات ويتعب الطير. ولما تيجي تاني يوم انت هتفضي القشر اللي موجود في الاكالة وتبدأ تحط اكل جديد. فانت كده مطمن ان الاكل اللي انت بتقدمه للعصافير كل يوم اكل نظيف، مفيش اكل مركون على اكل. يعني مش هتيجي تاني يوم تزود الاكالة عشان الاكالة فيها اكل قديم، لا انت كده هتقدم اكل جديد كل يوم وهترمي القشر القديم. حتى بقى لو كان عليه فضلات عليه اي مشكلة انت مطمن ان الاكل اللي انت مقدمه للعصافير مفيش فيه اي مشكلة ومش اكل على اكل. اخطر حاجة ان احنا نقدم اكل على اكل، يعني اكل باقي من اليوم اللي قبله وازود عليه، لان الموضوع دوت بيبدأ برضو يعمل نفس الفطريات وتلاقي ان الاكل اتكتل معاك داخل الاكالة، لان انت طبعا مالي الاكالة كمية اكل كبيرة والاكل اللي تحت مش واصل له هواء، فيبدأ ان الحبوب تبوظ منك. تهوية الحبوب لو انت هتخزنها في شكاير مهم جدا، يعني ما تحطش الشكاير فوق بعضها كده شكاير 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 وتخلي مفيش اي تهوية حوالين الشكاير. لا لازم طبعا كل شكارة يبقى الحبوب وصل لها تهوية عشان الحبوب ديت ما تسخنش على بعضها وتبدأ ان هي تبوظ. لو هتخزن اكل لفترات كبيرة ما تخزنش الاكل على بعضه، يعني ما تحطش البلكة مع الفلارس مثلا وتخلطهم وتبدأ ان انت تخزنهم، لا خزن البلكم لوحده في شكارته او في برميل كرتون زي ما احنا شرحنا، وخزن الفلارس لوحده في شكارته او في برميل كرتون طبعا هيبقى افضل. وحط باليتة خشب تحت التخزين، يعني تحت ما انت هتخزن الحبوب حط كمان باليتة خشب ارتفاع 10-15 سنتي علشان الحبوب تبقى عالية عن الارض فما يوصلهاش اي رطوبة، سواء الارض ديت سيراميك سواء الارض ديت صبة، ما يبقاش فيه رطوبة واصلة للحبوب عن طريق الارض، يبقى الحبوب مرفوعة عن الارض. دي اهم حاجة واهم نصايح تاخد بالك منها في تخزين الحبوب. خلطة مضاد السموم انا عاملها معايا اهي، دي الخلطة اللي انا بشتغل بيها، هحطها لكم دلوقتي زي صورة كده جنب الشرح علشان تعرفوا شكل الخلطة. انا ببدأ ان انا اقلبها، وبعد ما اقلبها اخد معلقة من الخلطة على كل كيلو. يعني لو انا مثلا جايب 3 كيلو من الحبوب او 5 كيلو من الحبوب، على كل كيلو هحط معلقة صغيرة من خلطة مضاد السموم. هبدأ ان انا برضو دلوقتي اصور لكم الحبوب وانا بضيف عليها خلطة مضاد السموم، وازاي ان انا بشتغل بخلطة الحبوب ديت اللي هي هتكفيني مثلا شهر. هشتغل مثلا احنا في الصيف دلوقتي 3 دنيبة 1 بلكم 1 فلارس، هشتغل بالخلطة ديت، وهبدأ ان انا بعد ما انا خلطتها اضيف عليها خلطة مضاد السموم. طبعا موضوع 3 كيلو 5 كيلو الكلام ده مش محتاج ان انت بقى تجيب عبوة محكمة الغلق او ان انت تجيب برميل كرتون، لكن اهم شيء ان انت تبقى حافظ الكيسة ورابطها بحيث برضو ان الكيسة ما يوصلهاش اي حشرات، ما يوصلهاش مثلا اي فران اي سحالي اي برص الكلام ده، لان كل دوت بينقل امراض للحبوب، كل ده بينقل امراض للحبوب. كمان
العصافير اللي طايره في البريه، العصافير اللي طايره بره في الشارع ما تخليش ان الحبوب تبقى مفتوحه والعصافير تنزل تاكل منها، لان العصافير اللي بره ديت ممكن تبقى حامله المرض، تنقل المرض دوت عندك في خلطه الحبوب. تبدا ان انت تقدم خلطه الحبوب للعصافير داخل المزرعه، تلاقي العصافير كلها تعبت منك. يا رب اكون قدرت افيدكم في فيديو النهارده، ويلا بينا نتنقل لمرحله الشرح العملي. يا جماعه خلطه حبوب انا جايبها من مزرعه كنت فيها بزورها بسبب ان العصافير كلها كان عندها اسهالات. عايز كده اوريكم حاجه معايا عن قريب. بصوا كده يا جماعه، شايفين الحبوب بتبقى متكتله كده وعامله زي العنكبوت اهيت. يا رب تكون واضحه معاكم. دي كده بدايه تكون سموم فطريه داخل الحبوب. هي الكاميرا مش مبيناها قوي، لكن هي دي المشكله الكبيره اللي احنا بنتكلم عليها في الحبوب، اللي بتخلي الحبوب ديت تتعب العصافير عندك وتسبب اسهالات وامراض معويه للطيور نتيجه التخزين الخاطئ للحبوب. وطبعا الحبوب ديت ما ينفعش تقدمها للعصافير بعد ما بدات تكون خيوط زي عنكبوت كده. طيب دي كده يا جماعه خلطه مضاد السموم اهي. دي المكونات بتاعتها، عباره عن جنزبيل وقرفه وكزبره وكركم وكمون. دي مكونات خلطه مضاد السموم. دول كده 5 معالق هبدا اضيفهم على 5 كيلو خلطه من الحبوب. 5 كيلو خلطه من الحبوب اهم زي ما حضراتكم شايفين. 3 دنيبه وواحد بلكم وواحد فلارس. دول 5 كيلو من خلطه الحبوب. بصوا كده خلطه الحبوب، لازم خلطه الحبوب يا جماعه تبقى مفيش فيها اي تكتلات. تبقى خلطه الحبوب زي ما انتم شايفين كده مفيش فيها اي تكتلات نهائي، لان التكتل ده يبقى كده خلطه الحبوب ديت بدات تكون فطريات. هبدا بقى ان انا اقلب خلطه مضاد السموم ديت على ال5 كيلو خلطه حبوب، بحيث ان انا كده احمي خلطه الحبوب من انها تكون اي سموم فطريه. طبعا ال5 معالق صغيرين على ال5 كيلو كميه بسيطه جدا. هنبدا ان احنا نقلبهم كويس. مفيش بقى اي سوسه اي سموم فطريه تبدا تتكون في خلطه الحبوب، لان طبعا مفيش اي سوس يقدر يعيش في وسط الجنزبيل والمكونات اللي احنا ضايفينها في خلطه مضاد السموم. فكده يبقى انت حميت الحبوب بتاعتك من انها تسوس او من انها تكون سموم فطريه، وكمان هيبقى الخلطه ريحتها جميله جدا وتقدر ان انت تستخدمها لفتره كبيره ما يبقاش فيها اي مشكله. طبعا ال5 معالق صغيرين خلاص ما عادوش باينين خالص في خلطه الحبوب. كده انا اقدر ان انا اخزنها وانا مطمن واضيف منها وانا مطمن كوجبه حبوب للعصافير ان شاء الله. يا رب تكون واضحه مع حضراتكم. زي ما انتم شايفين لازم تبقى الخلطه نظيفه بالشكل ده. انت مثلا عارف ان طيورك بتاكل مقدار نص كيلو يوميا، يبقى انت هتعبي او هتطلع مقدار نص كيلو، تمام، بحيث ان انت ما تاخدش كميه اكل وتبقى منها وترجعها تاني على الاكل بتاعك. هتاخد معيار النص كيلو، مثلا اكلتين كده، يبقى هتاخد معيار الاكلتين. ده كده اكل العصافير النهارده في المزرعه. طبعا احنا عارفين ان كل زوج بياخد مكيالين من دول لما بنكون ضايفين الدنيبه على خلطه الحبوب عشان العصافير تشبع. يبقى انا هحط لكل زوج مكيالين من دول، تمام. هو ده كده وجبه الحبوب اللي هقدمها للعصافير النهارده، بحيث ان انا ما يتبقاش عندي اكل ما الاقيش الا القشر بس في الاكلات بتاعه العصافير. شكرا ليكم، ويا رب اكون قدرت افيدكم في فيديو النهارده. اخوكم احمد ابراهيم من قناتكم هاوي عصافير الجنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.